ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. انا عارف ان انا بقالي كتير قوي غايب، بس يعني الدراسه بدات وجالي شويه احباط وكده، وما بقتش اروح الجيم يا جماعه، ودي كانت مشكله عويصه. فانا جاي النهارده في فيديو جديد هرد فيه على اسئلتكم اللي انتوا قعدتوا تسالوني عليها في الكومنتات بتاعت الفيديوهات اللي فاتت كلها. ويا ريت لو انت عندك سؤال او مش عارف حاجه معينه تسالني، لان انا ان شاء الله هعمل سلسله من الفيديوهات دي. المهم بقى يا جماعه، نبدا في اول سؤال معانا من اخونا رضا. بيقول لي اشتريت ار اكس 7600 نسخه سفار بولس مستعمل، حرارته 72 اقصى ضغط مع مراوح 51% تحت اقصى ضغط، ارجو الافاده. بص يا صديقي، هو الكارت ده عامه يعني من افضل الكروت اللي انت ممكن تشتريها، ده اول حاجه. تاني حاجه، درجه الحراره 72 في الجو بتاع مصر حاليا ده طبيعي جدا، وكمان انت مشغل مراوح 51%، يعني مش شغاله بنسبه 100%، فده طبيعي جدا 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 لكارت زي ده. كمان الحراره ممتازه بالنسبه لكارت من اي ام دي. ونخش في تاني سؤال معانا من اخونا حسنين. بيسالني هل تنصحني بكارت ار تي اكس 5060 تي اي نسخه ال 16 جيجا؟ انا بقول لك ان الكارت ده ممتاز جدا 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 لجوده 2K، وممكن يشغل لك 4K في نفس الوقت. لكن عيب الكارت ده عيب وحيد ان هو مش متوفر في كل حته، لكن لو قدامك هو افضل من ال 4060 تي اي بنسبه 15 او 20%. قدم قفزه حرفيا يعني بالنسبه لسعره. لو لقيته بنفس سعر ال 4060 تي اي والاثنين قدامك، لا طبعا خد ال 5060 تي اي، هيديك يعني نقله في الاداء شويه، تمام. وكمان سعره احسن، وكمان بيدعم جي دي ار 7، حاجه جديده، تقنيه جديده، فاهمني. في نفس السؤال حسنين بيسالني هل لو جبت رايزن 5 7500 اف ورام 32 وام دوت 2 1 جيجا هل ده مناسب للكارت؟ هقول لك بس انت ممكن تجيب حاجه احدث من رايزن 5. يعني هات الجيل التاسع من الرايزن 5، ده هيبقى افضل بكتير جدا من الرايزن 5 7500 بالنسبه لي الصراحه، لانك كده هتظلم الكارت شويتين ثلاثه، لكن في نفس الوقت انت مش ظالمه قوي لو ميزانيتك محدوده وكده. لكن لو عايز الافضل، هات المعالج اللي انا كنت حاطه في التوب 5 من المعالجات اللي انا عامله في الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش روح شوفه، عامه التفاصيل كلها هتلاقيها هناك. كمان المعالج ده مناسب جدا 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 للكارت بتاعك. طبعا ال 32 جيجا رام والام دوت 2 1 تيرا، يعني الاثنين مش هتكلم عليهم، هم جامدين اصلا. نخش في تالت سؤال معانا من الناصر. بيسالني على تجميع. طبعا هو مش اسمه الناصر، تمام، بس هو يعني ايه الحاجه الوحيده في اسمه اللي باينه اللي هو الناصر. التجميع بتاعته جايه ب اتش 610، تمام، و16 جيجا رام، والاي 5 14400 اف، والار تي اكس 40 30 80 سوري، وكينجستون 1 تيرا ان في 3، والباور سبلاي 700 واط من باور سبليت. بص يا صديقي، لو الباور سبلاي ده تمام مش برونز او سيلفر، تمام، اللي هو التقييم بتاعه، لا هات باور سبلاي مضمون زي الكولر ماستر مثلا، اي باور سبلاي بس يبقى واخد الختم، عشان مش عارف الباور سبلاي ده في مصر يعني تقييمه ايه. انت ممكن تكون من العراق او المغرب الباور سبلاي ده عندك، بس انا ما اعرفش تقييمه. بالنسبه للكفاءه انا محتاج الكفاءه لازم تبقى مهمه يا جماعه. بحذر واحد اتنين تلاته، لازم الباور سبلاي اهم حاجه واهم قطعه تجيبها، لان هو اللي بيزود الطاقه للبي سي بتاعك كله. فلازم وانت بتختار باور سبلاي تختار باور سبلاي الكفاءه بتاعته 18 بلس، تمام، مش اقل من كده، لانك انت ما تسترخصش في الباور سبلاي علشان التجميع كلها حرفيا ممكن تبوظ بسبب ان الباور سبلاي رخيص. غير كده يا جماعه، التجميعه دي بالنسبه لي من افضل التجميعات اللي انا شفتها الصراحه. يعني لو حد هيجيبها، تجميعه متناسقه جدا، هتشغل لك 2K و4K عادي جدا، وهتشغل لك لو انت جرافيك ديزاينر هتشغل لك بلندر، وهتشغل لك كل حاجه انت عايزها. لو انت شغال في الاي اي برضو هتفيدك التجميعه دي جدا برضو. السؤال اللي بعده بيسالني ايه رايك في كارت الار اكس 9060 اكس تي؟ الكارت ده بالنسبه لي ممتاز، وفي نسختين منه على ما اظن، نسخه ال8 ونسخه ال16. الكارت ده بالنسبه لي من افضل الكروت اللي انت تشتغل عليها في ال 1080 وال2K، بس مش حلو قوي في ال4K لان هو مش بالقوه المطلوبه، فاهمني، مش زي مثلا ال 5060 تي اي، ده كارت سادد وكده. وكمان العيب التاني اللي فيه ان هو في الري تريسنج ضعيف. زي ما انتوا عارفين كروت ام دي في الري تريسنج بتبقى زي انفيديا. ليه؟ لان انفيديا فاهمين اللي هو محتكره السوق ده وعامله كل حاجه، يعني علشان كده بقول لك الموضوع ده. لكن ككارت عامه يعني لو انت هيشغل 1080 او 2K، كارت مناسب جدا ليك وجيبه، يعني ما تسمعش كلام حد.
الكروت دي بتبقى ممتازة عامةً يعني. السؤال اللي بعده أو التعليق اللي بعده على ما أظن واحد بيقول لي إن ال3050 الكارت الRTX 3050 من نيفيديا السيء في الألعاب وهو لاعب على The Witcher 3 High. بُص يا صديقي، أنا ما قلتلكش إن هو الأسوأ أو اللي هو خلاص ما تشتريهوش خالص، لكن أنا قلت لك إن في بدايل أحسن منه بكتير موجودة حاليًا. يعني The Witcher 3 لو أنت ملاحظ إن هي لعبة بقى لها ييجي 10 سنين على ما أظن. أنا فاكر إن اللعبة دي كانوا زمان أيام نزول كارت الGTX 1050 و1050 Ti كانوا بيختبروا الأداء بتاع الكارت على اللعبة. أنا باتكلم في الألعاب الحديثة بتاعة اليومين دول، فاهمني؟ الكارت ده مش قيمة مقابل سعر خالص، في بدايل كتير أوي، أوي، أوي غيره، وطبعًا أنت وذوقك، يعني لو لقيته رخيص هاته، يعني مش هاقول لك حاجة، لكن لو بسعره هو ما قدمش التطور الملحوظ عن ال2060. أنت متخيل 2060 سوبر هو قريب منه أوي في الأداء وممكن تلاقيه أرخص منه. يعني ده رأيي الشخصي، وأنت رأيك محترم وكل حاجة، بس أنا قلت أوعيك لحاجة معينة. السؤال اللي بعده واحد بيقول لي طيب لو اللعبة محذوفة من ستيم ما اقدرش اشتريها. طبعا ده الفيديو بتاع الكراك ليه حرام، سيبهولكوا برضه في الاي اللي فوق. بيسألني لو لعبة زي بروتوتايب مش موجودة عامة في ستيم، جربت كل الطرق عشان اشتريها بس محذوفة، عادي لو نزلتها متكركة؟ بص يا صديقي، لو اللعبة عامة مش موجودة اصلا ومش موجود ان الشركة ذات نفسها منزلاها للبيع، انت ممكن تحملها عادي، لان الشركة خلاص قررت ان هي توقف بيعها، خلاص ما بقتش موجودة، بقت متاحة للكل عامة، زي العاب ماريو بتاعت زمان قوي 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 دي اللي بتلاقي على كل الاجهزة عادي، في ناس بتشتريها وفي ناس بتبيعها، فاهمني؟ لكن هي كده الشركة قالت ان احنا خلاص يعني اكتفينا من ارباح اللعبة دي مثلا، فهتلاقيها. طبعا في العاب معينة تمام زي مثلا صلاح الدين، لعبة صلاح الدين اللي على البي سي اللي كله بيلعبها وكله بيلاقي على البي سي عنده، للاسف اللعبة دي عامة يا جماعة لسه بتتباع حتى اليوم، فدي من الالعاب القديمة واللي لسه مستمرة حتى اليوم في البيع، يعني الشركة بتقول لك لا انا لسه ببيعها. فانت حرص حرص حرص، يعني قبل ما تشتري اي لعبة، يعني بروتوتايب 2 لو هي فعلا مش موجودة على ستيم او مش موجودة في اي متجر عامة عادي ممكن تحملها، لكن مثلا لو لعبة زي صلاح الدين انت فاكر ان هي عشان قديمة بقى لها يجي 20 سنة ولا 15 مش هتلاقيها على ستيم مثلا، لا هي موجودة سبحان الله. فانت قبل ما تشتري او قبل ما تعمل اي حاجة حاول تدقق لان كده كل جنيه هتدفعه في اللعبة دي هتتسأل عليه، فاهمني؟ يعني انت مثلا جبت لعبه ب$70، واحد غيرك جابها بزيرو، اي نعم مثلا انت الفلوس دي مضيعها في لعبه وكده، بس احسن لك انك تشتريها بفلوس احسن ما تجيبها مسروقه، ده دايما اللي بقوله، فاهمني؟ وللي ما شافش الفيديو بتاع الكراك ده، في حاجات ومعلومات كتير قوي 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 هتفيدك جدا 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 لو انت بتجيب بي سي جديد او اي حاجه، يا ريت تخش تشوفه. ودي كانت نهايه الفيديو بتاع النهارده، طبعا في اسئله تانية كتير قوي ما شفتهاش، ويعني من حسن حظي ان الاسئله عامه حلوة يعني جميلة، غير ان في كل فيديو حرفيا بشوف التعليقات بتاعته، بشوف في ناس بتدعمني وكده، ببقى عايز اطلعكم، فاهمني؟ اللي هو اشوف كل واحد يستمر، كمل اخوك من كذا اخوك من كذا، ببقى عايز اللي هو ايه اقول لهم لا خلاص هجيبوا الفيديو، فاللي هو انا هرد على كل واحد. انا بشكر كل واحد يعني بيعمل كومنتات بيسالني على اي حاجه، انا ببقى مبسوط عكس اي حاجه، يعني ببقى مبسوط جدا ان اي حد بيسالني على اي حاجه. اخوكم يوسف، طبعا انا من مصر لان ما اعرفش عشان الاسئله دي. سني 21 سنه، تمام. وكده يعني وان شاء الله هنتعرف ببعض قدام اكتر، وان شاء الله ان شاء الله يعني لما القناه تتم ال1000 ونزيد بقى ونبقى 10 و20 الف ان شاء الله هنزل مراجعات كامله بالفيس كام بتاعي بكل حاجه. انتظروني بس الدنيا زي كده، وان انفيديا وام دي باعتين لي ال40 90 وال50 90 والار اكس كذا، هدلعكوا جيف اواي، انتظروني من دلوقتي الكلمة بتاعتي، عامل جيف اواي ان شاء الله اول ما تم ال1000 سبسكرايبر باذن الله، يعني باذن الله يعني مش هنعرض، اي نعم مش هعمل جيف اواي غالي قوي فاهمني، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله. دي كانت نهاية الفيديو معانا، يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، كان معاكم جو، بيس.